Hallo, ich bin Stefan aus Graz in Österreich und ich habe gerade den Musa getroffen. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm Deutsch zu lernen, er ist ein sehr guter Lehrer und ja, viel Spaß. Vielen Dank, Stefan, und ich bin sehr froh, Ihnen zu treffen. Freut mich auch. Tschüss. Ciao. الو herzlich willkommen. ايه رايك في الكادر الجديد؟ عشانكو ماشي. وعلى فكره في سربرايز هتنزل على الشانل ان شاء الله في الفتره الجايه، في كورس ببلاش فور فري هينزل. عايزكم تتفرجوا عليه وتقولوا لي رايكم فيه. وكمان ما تنسوش تتفرجوا على الماني في الرغيف، عشان الناس لما كانت بتبعت لي تقول لي فين اللي هي الفيديوز اللي انت تشرح فيها جراماتيك ريجل، هتلاقي البلاي ليست اسمها الماني في الرغيف، خش عليها يعني. المهم النهارده هنتكلم عن كتالوج الإكسبريشن. خلاص، شوية هينتس كده، بنور لك حاجات وانت ترفلكت على نفسك عشان الموضوع يظبط معاك يعني، ومش هنطول. خلاص، تقدروا تقولوا عليه نو بولشيت جايد يعني. طيب اول حاجة، تمام، بنشوفها كتير جدا في الفلو كونسلتيشنز، هي ان الناس اللي بتيجي بتقعد تعمل لست، او تيجي تكتب في الكراسة 100 كلمة في اليوم وتترجمها جوجل ترانسليت ليترلي وتحفظها. انت حرفيا بيجي تاني يوم هو مش فاكر حاجه، فيرجع يبدا يقول لي يا هير موسى، ده انا ما عنديش جراماتيك، قصدي سوري، ما عنديش فورت شاتس، عندي مش قادر يبقى عندي فيه فلكسبيليتيت في الاسبريشن. انا مثلا انا عارف فيربات كتيره غير ماخن، لكن ماخن. طب ما طبيعي، طبيعي ليه؟ لان انت ما بتذاكرش بالطريقه المظبوطه، والالماني مش صعب، انت مش بتذاكر بالطريقه المظبوطه. فاول حاجه هتعملها تبطل اللي انت بتعمله ده، تبطل شغل الليست والحفظ. خش دلوقتي في فيديو الديلي روتين اتفرج عليه، لاني بشرح حته الديلي روتين. بعد كده انت من الديلي روتين ده هتبقى طالع بحاجات انت مش فاهمها، تاخد الحاجات دي تحطها بقى على اي يعني فورت ابوخ، هيطلع لك كونتكست. خلاص، هيطلع لك كونتكست، ولو عايزين نعمل لكم فيديو عن الموضوع ده بالتفصيل لايف قدامكم قولوا لي. هتلاقي لك كونتكست، تبدا تعرف الكلمه في السياق بتاعها، ومن هنا يجي التعلم. انت لو طلعت باربع كلمات بس في اليوم بالطريقه دي هتفرق معاك جدا على المدى الطويل. أربعة في اليوم يعني أربعة في سبعة، شوف بكام في الأسبوع، والأربعة في سبعة في أربعة شوف كام في الشهر. فأنت الكسبان. لكن سيبك من موضوع الحفظ ده. تاني حاجة مثلا، يا موسى، الجراماتيك ريجل أنا تنين فيها، بقعد احل جراماتيك وقوي في الكورس، وبعرف احل مع الهير والفراو. باشا، ماذا بعد؟ بتكتب؟ لا. تتكلم بيهم؟ لا. طب ايه اللازمه؟ ازاي او هاو كومز ان انت راجل بيتزفاي ما بتعرفش تستخدم الباسيف صح؟ لسه بتتلخبط في اكوزاتيف وداتيف، لسه بتتلخبط في ادجكتيف اندونج مثلا. ليه مش عارف حاجه اسمها كونيكتيف زفاي؟ ما بتعرفش تعمل مايننج اويسرونج صح، ما تعرفش تستخدم داس ونيبن زاتس بالطريقه المظبوطه. تقول لي لا انا اللي دخلني في الليله دي، انا لسه بي اينس وبيت وادزفاي. اقول لك طب ما طبيعي، انت الادزفاي اتعمل لك اينفوجنج اصلا للنيبن زاتس عشان تبدا تطلع تبني عليها في البي اينس، وتبدا تستخدم الكونكتورين، وتطلع تاخد الكلام ده تلفه وتحطه بقى في يعني في الانفايرمنت القويه الكبيره بتاعة التأمين الكومبلكس او الحاجات فعلا الناس بتتكلم فيها في المانيا في البيتس فاي. تقول لي لا انا لسه اينز. اقول لك يا باشا انت لسه مش عارف تبني جمله بما يرضي الله، لسه بتتلخبط في سوبجكت وفيرب وما تعرفش ان الفيرب يجي رقم اتنين. ما انت لما بتيجي بتحل كويس، لكن انت من غير براكتس، وهفضل اقولها 100 مره، عارف ان انا صدعتك بيها، اوبن مخت مايستر. اوكي، براكتس ميكس بيرفكت. فانت ازاي من غير براكتس عايز توصل للبيرفكت؟ ميك سنس صح؟ فروح اتفرج دلوقتي على فيديو الديلي روتين، هيفيدك جامد قوي يعني. الحمد لله اصلا اول ما نزل الناس كانت حباه. تالت حاجه، ازاي عايز تتكلم اللغه من غير ما تسمع من اصحابها؟ ازاي عايز تتكلم من غير ما تسمع موتر شباخلش دويتش؟ مش ميك سنس خالص صح؟ ده حتى واحنا كنا بيبي صغيرين كنا بنشوف بابا وماما المصريين او ايا كان جنسيتهم مثلا، او ان هم ناطقين باللغه العربيه، وبنبدا نقلدهم. فانت نفس الكلام، انت بيجي صغير دلوقتي، تمام، فتدخل تشوف بودكاست، تدخل تشوف الديلي روتين تاني اللي انا بقول عليه، لان الفيديو ده والله العظيم كان مهم جدا. وتبدا بيزد اون ده تسمع وتعمل شادوينج. ممكن برضو نبقى ننزل لكم فيديو من موضوع الشادوينج، بس اهم حاجه ان انت مش تبقى قاعد كده بتتفرج على فيلم وسينما. لا، لا، انت كده بيخلق عندك الillusion of knowledge. انت وهم المعرفه ده مش حقيقي. خلاص، مثلا الناس اللي بتبقى بتسلف ستادي، حوار ان انت قاعد تتفرج على واحد بيشرح وانت ساعه وساعه ونص او حتى نص ساعه وانت ما بتبراكتس، او مفيش حد يديك فيدباك. موضوع الفيدباك ده مهم قوي يا جماعه.
لو مفيش حد بيديك فيدباك صدقني انت بتضحك على نفسك، مش هتتحسن. لو في واحد تاني جنبك مهاراته اقل والايدج بتاعه اقل لكن في حد بيديله فيدباك، هو كده هيبقى عنده اكيد اكسبيرينس احسن منك. فعشان كده لازم تستثمر في نفسك. تمام. هو ده اللي احنا بنعمله. يعني مثلا في ناس كتير مش بتاخد معانا كورسز بتاخد الاشباشن سوبر كورس مثلا، وعلى مدار شهر او اتنين ما هو بيفضل ياخد لحد هو بيحسن الالماني بتاعه. وده بقى هيخليك تنين لما لو بتاخده مثلا كومبلمنت مع البروفونكس فور باغايتونج اللي هو بالمناسبه معناه تحضير الامتحانات، خلاص هيفرق معاك جدا. هو بيحسن لك ده، مش بس ان انا داخل كمان احل الماني واتحسن فيه الامتحان واجيب فيه السكور وانجح فيه من اول مره، لا، انت كمان بتلعب على ماذا بعد الامتحان. ودي غلطه الناس بتقع فيها. الناس اللي بتقعد تحفظ، يا جماعه ابني انت بتعمل ايه؟ دي لغه، اللغه تكسب ولا تحفظ. الموضوع ده مهم جدا. تمام. كمان لو انا عارف ان في كده كده مش فيش اكتر من ريسورسز وماتيريال، وموضوع التشتت ده احنا عملنا عليه فيديو تقدر تشوفه من هنا او من هنا يعني شوف انت هتشوفه منين، او خش على الشانل وقلب، يعني في اكيد حاجات هتعجبك وحاجات هتستفيد بيها. لكن موضوع الريسورسز الكتير والتشتت، انا كنت حتى قايل في الفيديو ده يعني شويه بودكاست معينه بحبها، خش اتفرج عليها هتفيدك جدا. بس واحنا كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عندك اي سؤال عندك كومنت سيكشن، او تقدر تبعت لنا على رقمنا على الواتساب. لو عايز تبدأ تحضر امتحان ابعت لنا هنفيدك ان شاء الله، سواء جوتا او تلك او تصدف او يو اس تي. وبس ايش بدانكي مش باين كيرن دانكم bis zum nächsten Mal ان شاء الله. تشوس.